أضخم قنبلة غير نووية مع مصر، القنبلة اللي بتمتلكها أمريكا وروسيا والصين مع مصر، واسميها نصر 9000. طب إزاي امتلكتها مصر؟ وهل هتبقى الحل لسد النهضة؟ القنبلة وصلت القاهرة من 30 سنة، حتى قبل ما أمريكا تعلن عن القنبلة بتاعتها. جابها صدام حسين واشتغل على تطويرها خبراء عراقيين مع مصر. القنبلة اللي استخدمها صدام ضد إيران، واللي خلت إيران تلجأ للتفاوض. القنبلة دي طورها المصريين لغاية ما وصلت لوزن 9 طن، وقادرة تقضي على أي شيء على مساحة 2 كيلومتر فوق الأرض وتحت الأرض كمان. اللي قادرة بقوتها المهولة إنها تخلي سد النهضة في خلال ثواني مليهش أثر. مصر ما لوحتش باستخدامها، لكن في تقارير غربية تتكلم عن الموضوع. أظني إن أنت مش هتبخل علينا بفولو لايك بعد المعلومات الجميلة دي. خلينا نوصل 200,000. باي.